كاينين بزاف ديال الالعاب اللي كتخلع وكتسبب في الرعب اللاعبين ديالها، ولكن كتكون مسلية. داك الرعب والخلعة جزء من التسلية، ولكن كيقولوا بلي كاينين شي العاب اخرين قبل ما تلعبهم كتكون عندك حياة، ومنورا ما كتلعبهم كتبدل لك حياتك. وبعض المرات هاد الالعاب كيأديو بك للموت ولا شي سبيطار ديال الامراض النفسية. القصة ديال اليوم على ويجا، داروا عليها قصص وافلام، وكاين حتى اللي عاود القصة ديالو معاها. الصراحة داكشي صادم بزاف وما كيتقبلوش العقل. داكشي علاش الا قالك شي واحد اجي نلعبو ويجا، هرب بحياتك قبل ما توقع لك شي حاجة اللي انت ما قادرش عليها. مرحبا بكم في القناة ديالنا. الى عجبتك القصة ما تنساش دير لايك وابوني باش يوصلك ديما الجديد. ما نكترش عليك في المقدمة، دخل لفراشك، سد عينيك وخلينا نكملوا القصة. سميتي دنيا وعندي 21 سنة. هاد العام عندي اجازة، دايرة ادب انجليزي كيما قاع الطلاب، دايرة جهدي ومركزة في قرايتي باش ناخد ديبلوم ديالي. فلافاك كيما كتعرفوا كلها والكليكة ديالو. حنا الكليكة ديالنا كان فيها 3 ديال الدراري، امين طه واسامة، والبنات فدوى وعليا وانا، يعني 6. ما كنتفارقوش في لافاك، ديما مع بعضياتنا حيت جامعنا نفس التخصص ونفس القسم. من ورا ما سالينا الامتحانات ديالنا كلها بغا يفوج على راسو ويخرج من ديك الحالة ديال الستريس والقراية والامتحانات. وانا جالسة كنفكر شنو غادي ندير كيصوني التليفون. اسامة الصديق ديالي من الكليكة، الصراحة ما عنديش معاه، شوية دمو تقيل، كيبغي يضحك معاك كيولي مقلقك. مهم قلت له نعم اسامة، قال لي راه اتفقنا نمشيو للفيلا ديال بابا امين، منا نفوجو شويه ومنا نساو هاد الفتره ديال الامتحانات اللي دازو. تسيفت عليه دغيا وقلت له اسامه، انا هاد الاسلوب ديالك ما عجبنيش، كل مره كتحشي ليا الهضره وزيد الطريقه ديال الهضره ديالك انا ما مرتاحش ليها باش نجيك نيشان. قال لي صافي واخا، غير باش تكون في راسك راه التطا غادي يكون تما. نسيت ما قلتش ليكم، انا معجبه بطه وكنرتاح ليه بزاف، وهادشي كاع الكليكا عارفه، مره كيشدو فينا. مهم قطعت عليه قبل ما يسالي هضرتو، ما كملاتش دقيقه صونات ليا فدوى، قالت لي شوفي يا دنيا، غادي نمشيو نفوجو شويه وغدا نرجعو في حالنا، ما فيها حتى باس، حيت الفيلا جات بعيده على المدينه بشي 30 كيلومتر وسط واحد الارض فلاحيه زوينه، منا نساو هادشي اللي داز ديال القرايه. وقالت لي بلي ما تضربي الحساب، الفيلا راه كبيره، فاش تبغي تنعسي شوفي شي بيتو سدي عليك فيه، ما عندك مناش تخافي. قلت ليها واخا، ملي القضيه هكا نمشي معاكم، ولكن هذا كان اكبر غلط غادي ندير في حياتي. مهم ركبنا في واحد الترونسبور ومشينا لديك الفيلا، وصلنا تقريبا مع 9 ديال الصباح. ملي وصلنا سولت امين، من امتى ما جيتو لهاد الفيلا؟ هادشي شابع غبرة وباين فيها مدة ما تحلات. قال لي فكرتيني في الطفولة ديالي، من العطلة ديال الصيف اللي داز في السادس ما جيت لهنا، الوالد مشغول بالخدمة كل مرة في مدينة، إلا جا كيجي من عامين لعامين، كيضرب شي طلة وكيمشي في حاله. مهم دوزنا النهار كامل غير في الفيلا، تسارينا دوك الأراضي اللي حدا الفيلا. وصل الليل وهنا غادي يبداو المشاكل. كنا مجموعين على واحد الطبلة في الصالون، كنلعبو اللعبة اللي كلشي كيعرفها، لعبة الصراحة، سؤال من هنا سؤال من لهيه. المهم مقصرين مع بعضياتنا شوية. امين بحال تفكر شي حاجة وقال لينا شكون فيكم كيخاف؟ حتى واحد ما قال لي انا. جاتنا في شكل يسولنا بحال هاد السؤال، قال لينا عندي لكم واحد اللعبة اللي غادي تعجبكم ديال بصح، ولكن فيها شرط واحد، هو يكون قلبك قاسح وما كتخافش. قلنا له جيبها نشوفو.
مشى طلع وما كاملاش حتى دقيقة جا عندنا هزا في يديه، قال لينا راه مغبرة شوية حيت كانت ديال جدي، هو اللي كان خبيها في البيت عنده. جبت ديك الخشبة وكانت فيها واحد الكتابة وارقام. قال لي اسامة هادي هي اللي بغيتينا نلعبو، سير حيد هاديك الخشبة. قال لنا صبروا غير نعاود لكم القصة ديالها. هادي لعبة قديمة ديال جدي الله يرحمه، وعرفتو منين خداها من عند واحد الساحرة، وخداها بثمن غالي. بقينا غير كنشوفوه في بعضياتنا بحال بغينا نضحكوا عليها، وقلنا ليه تمن غالي على قبل هاد الخشبة، باينة هاد جدك كان نية واللي جا كينصب عليه. المهم دوز جلس بلاصتك وشرح لنا كيفاش غادي نلعبوها والقوانين ديالها. قال لينا هانتوما، هنا كلمة نعم وهنا كلمة لا، وهنا حروف بالترتيب، وهادي ارقام من واحد حتى لتسعود. المرحلة الاولى غادي نسولوها اسئلة، غادي تجاوبنا بنعم او لا. والمرحلة الثانية غادي نسولوها بالحروف وهي غادي تجاوبنا. ضحكات فدوى وقالت ليه شكون هادي اللي غادي تجاوبنا؟ قال لها ويجا. كلشي تصدم في ديك الليلة، من نيتك ابراهيم ولا غير تلقى علينا؟ قال لينا هانتوما غير جربوا عاد حكموا شكون اللي يلعب معايا. بدا كيطلب منا شي حوايج بحال نشدو في يد بعضياتنا ونديرو دوارة. قال لينا عندي شرط واحد، ما يخاف حتى شي واحد، وما تجيرو الطاسوط اللي وصلاتو النوبة يسول، يعني غادي تشوفو وتسكتو، بقاو في نفس البلاصة وحاولوا ما تحركوش. خليونا نبداو دابا، غادي نقولو ويجا 7 ديال المرات دقة وحدة، وفاش نساليو غادي نبداو نسولوها واحد بواحد. يلا بدينا. Weezer, 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 Weezer. بدا امين هو الاول. ويجا فقتنا بكري اليوم، هو يمشي المؤشر الناعم. اسامه ويجا واش غادي ننجح هاد العام في لافاك؟ مشى المؤشر الناعم. طه ويجا كنخاف انا من الجنون؟ المؤشر لا. عليا واش اسامه كيهضر مع شي بنت من غيري؟ المؤشر نعم. غوت على اسامه وقال لها واش ما كتثقيش فيا؟ نطق امين وقال له اسكت صاحبي غادي تخسر لينا اللعبه، احترم القوانين ديال اللعبه. فدوى ويجا واش 3 زائد 3 كتساوي 6؟ المؤشر نعم. بقات نوبتي، قلت لها ويجا واش انتي شيطانه؟ المؤشر مشى نعم. كلشي تصدم من السؤال ديالي. مشى المؤشر للنهاية، زعما اللعبة سالات. قال لهم امين اللعبة خطر وخاصنا نوقفوها هنايا، ما نزيدو حتى شي حاجة. ولكن البقية بحال الا كلشي بان ليا جا الفضول وبغى يمشي حتى للنهاية، بحال شي حاجة كتجرنا نكملو. مهم بدينا من الاول وشدينا في يد بعضياتنا، وعاود تاني بدينا كنعيطو ليها ويجا 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 ويجا. يلا وصلنا التعيطة ال5. امين بدا كيترعد بحال الا كيضربو الضو. حبسنا وقال لينا امين كاين شي خطأ في التحضير. هو يتفكر باللي نهار جدو شراها عطاتو ديك الساحرة واحد الكتاب معها بحال دوك الكتوبة ديال السحر. قال لينا اعطوني دقيقة نطلع نجيبو ونجي. جا وبقى كيقلب في داك الكتاب، لقى بزاف ديال المعلومات، طريقة تحضير الجين، شكون هي ويجا، بزاف ديال الرموز والعلامات هما ما مفهومينش ولكن باين ان عندها علاقة بالسحر. بقى كيقلب تلقى كيفية تحضير لويجا، المرحلة الثانية ديال اللعبة اللي كتولي تجاوبك بالحروف اللي مكتوبين في الخشبة. مهم شنو لقى بالضبط؟ يجب قبل التحضير إشعال عدد معين من الشموع، ويجب أن يكون العدد متساوي مع عدد أفراد الجلسة، ويجب أثناء التحضير ذبح القربان وتناثر الدم على طاولة الويجا. ومن أخطأ في مراسم التحضير قد أخطأ في حق نفسه وفي حق كل أفراد الجلسة.
التحذير خاص بالتحضير وليس بلعبة نعم أو لا. هنا سولت راسي كيفاش هادشي، يعني اللعبة اللي لعبنا في الأول كانت عادية، ولكن باش نحضروا الويجا ونتواصلوا معاها خاصنا نديرو قاع هادشي اللي في الكتاب. قال لنا امين عرفتو شنو، خليو علينا هادشي، يلا نمشيو ناكلو، فيا الموت ديال الجوع ووقيت العشاء هادي، شنو بان لكم نطيبو؟ قبل ما يكملها تفضوا سمعنا واحد الصوت قال جاي من جهة امين. نط كنجري وكنقول لهم شعلو شي بيل، امين مالك؟ وتما فين غادي تبدا القصة. ما لقيت لا امين لا حتى واحد من صحابي، انا بوحدي في الفيلا. هذه البارت الاولى ديال القصة، الى عجبتك ما تنساش دير لايك وابوني وشي كومونتير كتب فيه اللي بغيتي. نتلاقاو في البارت الثانيه.